نص الحطيئة يروي قصة كريم، وخذ هذه المسرحية، وخذ هذا العمل الرائع العظيم. يقول الحطيئة: وطاو 3 عاصب البطن مرمل ببيداء لم يعرف بها ساكن الرسمة. أخي جفوة فيه من الإنس وحشة يرى البؤس فيها من شراسته نعما. وأفرد في شعب عجوزا إزاءها 3 أشباح تخالهم بهما. حفاة عراة ما اغتذوا خبز ملة ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما. خذ هذا المشهد الأول في الصحراء، لا أحد لا قريب ولا صديق، 3 أيام عاصب على بطنه من الجوع مع أبنائه ال3 الذين مثل البهم كما شبههم وزوجته. تصوير في غاية الرائع. وحالتهم فقر، حفاة عراة ما اغتذوا خبز ملة ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما. رأى شبحا وسط الظلام فراعه فلما بدا ضيفا تشمر واهتم. هذه عادة الكرماء. وقالها: يا رباه ضيف ولا قراء بحقك لا تحرمه تل ليلة اللحمة. يا أخي ما أكرمه بهذا الفقر يريد لحم. يا سلام. فقالها: يا رباه ضيف ولا قراء بحقك لا تحرمه تل ليلة اللحمة. فقال ابنه لما أراه بحيرة: أيا أبت اذبحني ويسر له طعما ولا تعتذر بالعدم، لا تقول ما عندنا شيء. عل الذي ترى يظن لنا مالا فيوسعنا ذما. العربي الكريم. يا سلام. البخل أن تصف بالبخل هذه التي لا يقبلها. نعم. أبدا. نعم. فقال ابنه لما رآه بحيرة: أيا أبت اذبحني ويسر له طعما ولا تعتذر بالعدم. عل الذي ترى يظن لنا مالا فيوسعنا ذما. فروى قليلا، شوف البيت هذا، ثم أحجم برهة وإن هو لم يذبح فتاه فقد هم. فبينهما يذبحه ولا ما يذبحه عنت على البعد عانة قد انتظمت من خلف مسحلها نظما. كل كريم معاه عطاشا. فين رايحة هذه؟ تريد الماء فانساب نحوها على أنه منها إلى دمها أظما. فأمهلها حتى تروت عطاشها. يا أخي شوف الوقفة العجيبة الإنسانية من هذا الكريم، يريدها أن تشرب. وبالمناسبة هذه فيها يعني قولان، خليها من عندي هذه القولان. القول الأول أنها شربها للماء هو أطيب للحم. وأذكر جدي أنا كان قبل يذكي الذبيحة يسقيها، يقول لي روح خليها تشرب، هذا خليها تشرب بعدين اذبحها. نعم. والأمر الثاني أن هذا الكريم لا يريد من جملة البقر هذه إلا واحدة. يا سلام. فيريدها أن تشرب وتأخذ راحتها، ثم إذا نفرت فقد أخذت حاجتها. فأمهلها حتى تروت عطاشها وأرسل فيها من كنانته سهما. فخرت نحوص ذات جحش سمينة قد اكتنزت لحما وقد طبقت شحما. فيا بشره جرها نحم قومه ويا بشرهم لما رأوا كلمها يدمى. وباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهم وما غرموا غرما وقد غنموا غنما. وبات أبوهم من بشاشته أبا لضيفهم والأم من بشرها أمة. وهذه ترى من أنبل أنواع الضيافة ومن ألطفها أن تنزل الضيف وتعامله وتحنو عليه مثل أبنائك، كما يقول طفيل الغنوي: وإني لعبد الضيف ما دام نازلا. وكما يقول طفيل الغنوي يقول: لحافي لحاف الضيف والبيت بيته ولم يلهني عنه غزال مقنع أحدثه إن الحديث من القراء وتكلأ عيني عينه حين يهجع.